أهلا بيكم. والنهاردة هنعمل فيلم أكشن جامد اسمه The Greatest of All Time. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي ونعمل لايك ونشترك في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. بيبدأ الفيلم مع شخص اسمه أجاي، وبيكون ده جندي قناص في الجيش الهندي، وبيبقى واقف في الصحراء منتظر القطر عشان طالع في مهمة. ولما بيوصل القطر بيروح وبيستعد أجاي وبيتصل يبلغ باقي الجيش بحسابات سرعة القطر. وبنفهم بقى إن هو مش قطر ركاب عادي، ده قطر موجودة فيه مواد مشعة ومسؤولة عنها عصابة من أخطر عصابات العالم، وبيبقى فيه طيارة بتتبع القطر. بعد كده بنشوف عالم كيميائي اسمه جاندي مخطوف في القطر، والعصابة بتكون خطفاه عشان يقول اليورانيوم اللي على القطر أصلي ولا مزيف. وبيفضل بقى يقول لهم إنه محتاج وقت وإنه عاوز ياخد اليورانيوم في معمله عشان خاطر يقدر يعمل عليه تجارب واختبارات ويتأكد إذا كان أصلي ولا مزيف. وبنفهم طبعا إنه بيعمل كل ده لصالح الجيش الهندي وبيأخر العصابة عشان الجيش يلحق يهاجم. لكن للأسف خطته بتفشل، وبيدخل شخص منهم يقول لهم إن اليورانيوم حقيقي وإنت اللي مزيف. وفي اللحظة دي بيبدأوا يتبادلوا ضرب النار مع جاندي، وأفراد العصابة بيكونوا كتير، لكن جاندي بيكون ماهر جدا وبيقدر إنه يخلص على عدد كبير منهم. وبعد كده الشرطة بتوصل بطياراتها، وفي الوقت ده بيبقى غاندي خلص على كل اللي معاه بنجاح. لكن باقي أفراد العصابة مش بيسكتوا وبيطلعوا لجاندي وبيفضلوا ضرب في بعض، وبيقدر جاندي إن يسرق اليورانيوم وبيفلت بقى من القطر اللي بيكون ولع كله، وبيقدر يطلع فوق القطر وبيركب الطيارة أخيرا. والقطر بعد كده بينفجر بكل أفراد العصابة، وبنروح بقى لمدينة دلهي وبنشوف جاندي وأصحابه بيسهروا ويشربوا. وبعد كده جاندي بيروح على بيته وبيلاقي مراته اللي بتتضايق انه بيشرب، وبينزل يوصل ابنه للمدرسة عشان خاطر يتجنب الخناق مع مراته. وطبعا هي بتتخانق معاه لانه هو وعدها كتير انه هيبطل. وبعد كده بيطلع على شغله على طول، وبنفهم من القادة بتوعه انه هو مش قايل لمراته اي تفاصيل عن شغله ولا مفهمها اي معلومات، وده لان القادة بيقولوا ان كل شيء في شغلهم امر خطير وسري. وفي نفس اليوم ده بيكون في قائد جديد هينضم ليهم وبيكون اسمه نذير، وبيوصل على الميعاد وبيطلب منهم يفتحوا المقر السري بتاعهم وكمان يفرجوه على آخر عملية نفذوها. والغريب في الموضوع إنه بيفضل ينتقدهم وبيطلع لهم أخطاء كتير، وبيقول لهم إنه هو عايز مستوى أفضل من كده، لكن بياخدوا كلامه كنصيحة وبتعدي. وبنشوف بعد كده في نفس الوقت مراته عند الدكتور وبتعرف إن هي حامل، وبتسألها بقى عن حالتها النفسية، بس بتقول لها إنها مخنوقة وحاسة إنها بتتعرض للخيانة من جوزها، وإن هي بتتصل بيه كتير لكن بيكون مشغول. ولما بيرد بتسمع أصوات بنات حواليه. بنشوف بقى وقتها غاندي وهو بيرد عليها في أوقات صعبة جدا، وبيكون في عز شغله في مهمات خطيرة، لكن بيرد عليها برضه ده لأنه خايف على زعلها. وبعد كده بنشوف محاولات جاندي المريرة في إنها تصالحه وترضى عنه، لكن برضه بتكون شاكة فيه. وآخر ما بيزهق بيضطر يجيب لها أصحابه في الشغل يقنعوها إن هو بيحبها وإنه طول الوقت بيتكلم عنها، وبيفهموها كمان إنه بيكلمها في كل الأوقات المتاحة. وطبعا ده لأنهم عملاء سريين مش قادرين يوضحوا لها الحقيقة كاملة ولا متخيلين أصلا الموقف اللي هم فيه. وبيرجع من شغله وبيكذب على مراته، لكن بتتصل بصحابه تقدر تكتشف كذبه. وبعد خناقات واعتراضات من مراته جاندي بيكون خلاص فاض بيه، وبيبقى فاضل له تكة وهيعترف إنه عميل سري في المخابرات الهندية، لكن بيلحق نفسه في آخر لحظة. ولما بيخرج هو وأصحابه بيمسكوه يزعقوا فيه وبيقولوا له عشان حتة خناقة بينك وبين مراتك كنت هتودي مخابرات الهند في 60 داهية، وانت كمان ما تعرفش القادة بتوعنا ممكن يعملوا فينا ايه. وجاندي بقى بيعتذر لهم، وبعد كده بيقرر ان ياخد أسرته ويطلع رحلة، وبيروح بيهم على فندق عشان يغيروا جو وهو كمان يرتاح من شغله شوية ويحاول يقضي وقت مع أسرته. وبيبقى لسه بيقول يا هادي في رحلته وبيستمتع مع ابنه ومراته، لكن القائد نذير بيتواصل معاه وبيقول له إن مفيش وقت للراحة وبيكلفه بمهمة صعبة جدا. وطبعا جاندي مش بيقدر يتكلم وبيستنى مراته تنام وبيخرج عشان يقضي المهمة، وبيخلص على عدد كبير من عصابة في السريع وبياخد باراشوت وبيرجع على الفندق ولا من شاف ولا من دري. وبسبب المهمة اللي عملها دي تاني يوم بتكون العصابة قدرت توصل لمكانه وبتتبعه لغاية لما بيوصلوا له، وبيكون في تاكسي هو وعيلته رايحين يتفسحوا. تفضل العصابة متبعاه لحد لما بيخبطوا التاكسي اللي راكب فيه، والسواق بقى بينزل عشان يتخانق معاهم، لكن جاندي بيمسكه وبيقول له اقعد انت ما تعرفش حاجة. لكن للأسف بيكون وقتها واحد من العصابة خرج من التاكسي وبيضرب السواق، وجاندي بقى بيسوق التاكسي والعصابة بتكمل مطاردة وضرب نار لغاية لما جاندي بيقدر يوصل لمكان وبيكون محدش شايفه، وبياخد مراته وابنه وبينزلوا. وللأسف على آخر لحظة واحد من العصابة بيلمحه
فبيخبي مراته وابنه بسرعة وبيطلع لهم بنفسه وبيشقلب بقى الأول ويدوخ التاني وبيهجم عليهم بشكل خرافي. وبعد كده مراته من كتر القلق والخوف بتتعب وبتكون هتسقط اللي في بطنها، وبياخدها جاندي بسرعة وبيروح بيها على أقرب مستشفى وبيدخل مراته، لكن بيطلبوا منه يملى شوية بيانات في الاستقبال. وجاندي بيطلب من ابنه انه يفضل قاعد وما يتحركش لغاية لما يرجع له، وبيروح يملى البيانات وبيرجع مش بيلاقي الولد، وبيسأل عليه في كل المستشفى ومحدش منهم بيفيده، وبيضطر ان هو يروح يبلغ عن فقدان ابنه في القسم. وهناك بقى بيقول لهم ان هو شغال في المخابرات وبيوجههم بتفتيش الكاميرات ويشوفوا ست جت اخدت الطفل وهربت لمكان معين. وجاندي بيتبع خط سيرها لغاية لما بيوصل للمكان، وللأسف بقى بتكون قامت فيه حريقة كبيرة من دقايق، وبيفضل يدور زي المجنون على ابنه لغاية لما بيلمحه هو جثة متفحمة، وبيفضل ساعتها يفتكر ذكرياته مع ابنه، وبيكون بيصرخ وبيعيط ومش مصدق نفسه ولا عارف يعمل ايه. وبيرجع بقى لمراته على المستشفى، لكن بتكون فاقت شوية وبتسأله عن ابنهم، وبيحاول بقى يتمسك جاندي عشان حالتها النفسية، وبيمسك بنته المولودة الجديدة وبتلوم انه هو ما كانش معرفها بشغله، وبتقول له انا امتى عرضتك في حاجة وسر كبير زي ده ازاي تخبيه كل السنين دي. وبتحس بقى ان في حاجة وبتسأله تاني عن ابنهم، لكن جاندي بقى مش بيقدر يمسك دموعه، ومراته مش بتستوعب الكارثة وبتفضل تعيط معاه على الطفل. وبعد كده جاندي بيقرر ان هو يبعد عن المهنة دي لمدة كبيرة، وبيساعده في القرار ده القائد نزير، وبيطلب من باقي أفراد المخابرات إنهم يقطعوا التواصل معاه في أي شيء يخص بالشغل، لكن هو بيطلب من أصحابه يراقبوه أحسن يحصل له أي خطر هو ومراته أو بنته. وبتمر 16 سنة وبنشوف جاندي في مدينة اسمها شيناي، وبتكون بنته كبرت وبتحب باباها جدا، لكن علاقة جاندي ومراته مش أحسن حاجة. وفي يوم بيكون في إيفنت كبير وجاندي بقى بيقابل نزير هناك، واللي بعد كده بيتواصل معاه وبيقول له ان هو جاهز يرجع للشغل بعد المدة دي كلها. والغريب بقى ان جاندي بيفرح جدا وبيرجع بكل عزم وقوة، وبيمسك مهمة مع عصابة، وكالعادة بمنتهى الذكاء بينزل ضرب وخبط فيهم لغاية لما بيخلص على عدد كبير منهم. لكن بتحصل حاجة غريبة مع آخر واحد في العصابة. جاندي بيشوف واحد نسخة منه لما كان شاب ومش بيرضى يقتله، وبيجي واحد تاني من العصابة بياخده ويهرب. وجاندي بيروح يحكي الموضوع لواحد صاحبه وبيقول له ان هو شاف واحد شبهه جدا، وبيعتقد بقى ان ده يبقى ابنه. فصاحبه بيقول له ابنك انت مسكت جثته بايدك، وبيفضل يحاول يهديه وبيقول له ان فاهم الموضوع صعب، وبيفهمه ان عدى على وفاة ابنه اكتر من 16 سنة، يعني الموضوع كده شبه مستحيل. وجاندي بيسمعه لكن بيفضل حاسس من جواه ان الولد ده يبقى ابنه، وبيفضل متابعه وبيحاول يوصل له. والموضوع بيكون صعب جدا لان الشخص ده فرد من افراد عصابة هو المفروض بيحاربهم، لغاية لما مرة بيصادفه واقف وبينادي عليه باسمه وبيقول له جيفا. فالشاب بيبص لجاندي وبيقول له أنا عارف إنك أبويا. وجاندي بقى بيجري عليه وبيسجد له وبيقول له إن هو يسامحه وبيحضنوا بعض. لكن فجأة بيلمحهم فرد من أفراد العصابة وبيفضلوا يجروا وراهم، وبيدخل جاندي وجيفا في مطاردة شرسة لأن جيفا يعتبر خاين كده لعصابتهم، وطبعا كده هو مش في أمان ولازم يخلصوا عليه. وجاندي وابنه بيركبوا موتوسيكل والعصابة بتطاردهم. وقتها بقى جاندي بيتصل على صاحبه وبيبلغه ان الشاب ده طلع ابنه فعلا وان هو محتاج مساعدته دلوقتي. وفي ثانية الا ثانية صاحبه بيكون حضر وبيفض الاشتباك، وبيخلص جاندي وابنه من العصابة وبيجيله بعربية نقل. وبعدها جاندي بيقرر يرجع الهند في البيت مع جيفا، وبمجرد ما آنو بتشوف جيفا بتقدر تعرف ان هو ابنها وبتحضنه وبتعيط، وكمان اخته الصغيرة بتفرح بيه جدا. والفرحة بتبتدي ترجع لبيتهم من تاني، والأم والأب مش بيكونوا مصدقين نفسهم. وبعد فترة بيتصل نزير على جاندي وبيقول له إن هو عاوز يقابله ضروري لأنه وصل لمعلومات خطيرة. بيتفقوا على مكان وبيقولوا لجاندي يجيله على المكان ده، لكن ونزير قاعد في التاكسي بيعدي جنب واحد ملثم بموتوسيكل وبيرمي قنبلة جوه عربية نزير. لكن طبعا نزير ده متمرس وبيقدر ينجو منها بإعجوبة والعربية بتنفجر. وبيفضل يجري نزير لغاية لما بيوصل لمحطة القطر وبيدخل جواها، وبيعمل كده عشان خاطر يشتت انتباه الملثم، لكن برضه بيدخل ورا المحطة. في الوقت ده نزير بيقدر يختفي منه وبيتصل يبلغ جاندي باللي حصل، واللي بيكون في ثانية قدامه. ونزير بيدخل في خناقة عنيفة مع الملثم، لكن للأسف جاندي مش بيعرف يهاجمه باحتراف وبيقع على الأرض. والملثم بعد كده بيمشي، واللي هو يعني من الآخر اتمرن وتعالالي. وجاندي بيقوم له من تاني، وساعتها نزير بيتدخل وبيضربه مع جاندي. لكن سبحان الله الاتنين بحالهم مش بيقدروا على الملثم،
وبيقدر يصيب نظير إصابة خطيرة في ودنه وبيهرب، وجاندي بقى بيجري وراه عشان يعرفوا مين، وبنتصدم لما بنشوف وشه وبنعرف إن هو جيفا ابن جاندي. وللأسف جاندي مش بيقدر يوصل له لأنه بيكون دخل وسط جروب ناس وكلهم بيكونوا لابسين نفس اللون وبيتدرى وسطهم. وبعد كده بنعرف إن نذير مات، وجاندي بيكون زعلان على وفاة القائد بتاعه، وبنشوفه بيتكلم مع النائب بتاع نذير في الجنازة وبيأكد له إن هو مش هيهدى غير لما يجيب حق القائد بتاعه. وبيظهر جيفا وهو حاطط سماعته وبيتجسس على أبوه. وبعد كده بنروح لجيفا وهو بيفكر وبيقلبها في دماغه، وبنشوف فلاش باك أيام ما كان صغير، وبنعرف إن اللي خطفه هو نفس الشخص العالم اللي اكتشف إن اليورانيوم حقيقي وكلام جاندي مزيف. وبنعرف إن اسمه عبدول، وإن هو بعد ما فقد مراته وبنته في حادثة القطر زمان قرر ينتقم من جاندي عشان هو اللي عمل كده، وبيخطف ابن جاندي وهو طفل وبيزرع في أفكاره السم والكراهية لجاندي وبيسميه جيفا سانجاي، وبيبقى ابنه مليان بالأفكار دي ولسه مصدقها وموجود في بيت جاندي عشان يراقب تحركاته والخطط بتاعته، وبيبقى بيبلغ بيها العصابة عشان يقدروا يقتلوه. وبيكون مهكر التليفون بتاع أبوه بتوصله كل مكالمته ورسايله. وفي يوم بيتصل بجاندي العميل أجاي وبيقول له نتقابل في المكان السري، وبيسمعهم جيفا وبيتبع المكالمة لغاية لما بيوصل للمكان السري فعلا، وبيروح على إنه هو واحد تبع جاندي، وهناك بيهجم على أجاي وبينزل ضرب فيه لغاية لما بيخلص عليه وبيقع ساعتها على الأرض سايح في دمه. وبيوصل جاندي وبيشوف زميله ميت وغرقان في دمه وبيغضب جدا وبيقول إن هو لازم يعرف مين الشخص اللي بيقتل زمايله، وكمان بيوصل له معلومات إن عبدول عايش وبيقرر يوصل له لأنه هو مربط الفرس. وقتها بقى عبدول بيكون في السجن والعصابة بتضغط على الحكومة عشان يخرجوه، وجيفا وقتها بيحس بقلق فبيضطر إنه يخطف بنت عميل سري من أصحاب جاندي وبيطمنها إن هو مش هيعمل لها حاجة، هو بس هيصورها ويبعت الفيديو لباباها كتهديد. وجاندي بقى بيشوف الفيديو وبيقدر يحدد مكان البنت وبيعرف إن ابنه جيفا هو المتسبب في ده، وجيفا بيكون نجح في إن هو يبقى سبب في خروج عبدول من السجن، وبيبقى كده بين رجالة غاندي في خاين تاني ومحدش واخد باله منه. وبيروح يدور على البنت وبيلاقيها حية وجيفا ما قتلهاش فبيقتلها هو وبيشيلها جثة وبيطلع بيها لجاندي وأبوها اللي بيتصدم لما بيشوفها. في الوقت ده جيفا بيكون بيحتفل وبيرقص مع عصابته وفاكر إن البنت في أمان محصلهاش حاجة، وجاندي بقى بيفهم إن ابنه مهكر كل حاجة فبيروح يستخدم نفس الطريقة وبيقدر يحدد موقعه وبيروح له على هناك. وجيفا بيكون ماسك رجالة أبوه خبطه ورزعه ومحدش قادر عليه، لكن أول ما بيلمح أبوه مش بيقدر يكمل ضرب، لكن أبوه بيقبض عليه وبيروح على التحقيق، وهناك بينكر إنه هو أذى البنت ولو حتى بضربة واحدة وإنه كمان ما قتلهاش، لغاية لما بيدخل أبوها وبيرفع المسدس عليه، وبيقوم جيفا وبيمسك المسدس وبيدي للراجل طلقة والتانية هدية. وجاندي بيتعصب على ابنه وبيضربه بالقلم، لكن جيفا بيصرخ وبيقول إن ما قتلش البنت. في اللحظة دي بتوصل مكالمة لجاندي وعبدول بيقول له إنه هو خطف مراته وعايزه هو وجيفا دلوقتي. في الوقت ده جاندي بيكون اكتشف الضابط الخاين سونيل، لكن بيكون لازم يروح عشان يلحق مراته، وبيسوق عربيته بأقصى سرعة لدرجة إنه بيعمل حادثة. وبعد كده بيفوق وبيعرف إن عبدول قدر يخطفه، وبيبدأ ويقول له إن هو بيخطط لجريمة كبيرة احتفالا بخروجه من السجن، وهي تفجير أكبر استاد في دلهي في أهم ماتش. وجيفا بيكون وصل الاستاد وجاهز بريموت الكنترول، لكن بيدخل وقتها جاندي وبيكون قابض على عبدول، وجيفا بيضحك على أبوه لأنه هو اتأخر قوي، لكن واحد من رجالة جاندي بيخطف ريموت الكنترول وبيسلمه لبنت جاندي. وجيفا بقى بيسمع الكلام ده وبيطلعوا يدوروا على البنت هو وجاندي، والبنت بتطلع تجري على سطح الاستاد من جيفا، وده قدر يوصل لها قبل جاندي، وبيحاول جيفا يضربها ويسرق منها الريموت، لكن جاندي بيكون وصل وبيخبطه بالموتوسيكل وبيبقى هيقع من على السطح، لكن بيقوم من تاني وجاندي بيمسك الريموت وبيعطله، وجيفا بيكون ماسك البنت وبيهدده بيها، لكن للأسف جاندي مش بيكون قدامه حل غير إنه يضرب ابنه بالنار وينقذ بنته والجماهير، وفعلا بيعمل كده وابن جاندي بيموت. كده بيكون خلص ملخص فيلمنا النهاردة. أهلا بيكم، والنهاردة هنعمل فيلم أكشن جامد اسمه كابالان، بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي ونعمل لايك ونشترك في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. بيبدأ الفيلم بواحدة بتولد، ودي بتكون زوجة قائد الجيش بارسا، وبيكونوا أهلها حواليها بيساعدوها، وفي نفس الوقت بيكون في شخص اسمه موسو بيقتل راجل من الرجالة بتوعه، وهو بيقتله لأنه خانه، وموسو بيكون راكب عربيته ومروح، لكن بيعدي على الست اللي بتولد وبياخدها معاه على أقرب مستشفى، ولما بتولد بيسموا
الطفل بومينيسان، وموسو بيكون قصد الاسم ده عشان يطلع مؤدب. وبتمر السنين بعد ما الطفل اتولد، تبدأ قصتنا مع بومينيسان بطل الملاكمة، واللي أصبح بطل ملاكمة بالصدفة، وبيكون داخل ماتش مهم قصاد ملاكمين جامدين، لكن بيقدر يتغلب عليهم كلهم وبياخد الجايزة اللي بتكون عبارة عن فلوس كتير جدا. ولما بيرجع على بيته أمه بتسأله كنت فين؟ بيقول لها إن أنا كنت عند واحد صاحبي، وأبوه بيقول له ما حصلش لأن هو كان في ماتش ملاكمة، وده اللي أنا كنت خايف منه. وبعد كده بيروح أبوه يقعد مع عمه وبيقول له إنه خايف إن بومينيسان يكون شخص مجرم، وكمان بيقول له إنه لازم ياخده لموسو عشان يأدبه ويخليه شخص كويس. وبنشوف عمه بقى وهو بيقول لبومينيسان إن موسو اتنقل لقريتنا لأن حياته هناك في خطر، فبومينيسان بيقول له على فكرة إن هو ممكن يكون الحارس الشخصي لموسو. وبعد كده بنفهم إن أبوه وعمه هم اللي عاملين الخطة دي عشان يروح لموسو، مع إنه هو كان ممكن يروح عادي جدا. وماضو بقى بتروح لميرا بنت موسو وبتقول إن الحارس الشخصي بتاع أبوكي وصل، وبيدخل بومينيسان اللي هنسميه من هنا ورايح بومي، وبيدخل بومي البيت موسو وبيفضل يتعرف على الناس اللي في البيت، بيتعرف على مراته وبناته وابنه، وبيتعرف كمان على ميرا واللي مش بترضى تقوله إنها بنته. وموسو بيكون جاي في المطار مع ابنه كارتي، وبومي بقى بيقرر إنه هو اللي يروح يجيبه. وفي الوقت ده بتكون في عصابة عمالة تراقبه وبتحاول تخلص عليه، لكن بومي بيقدر ياخد باله كويس من تحركاتهم، وكمان بيقدر ينقذه وبيرميه بعيد عن العربية، وبيقدر يلحقه كمان على آخر لحظة وبيطارد العصابة وبيفضل يجري ورا عربياتهم لكن مش بيقدر يلحقهم. وبيوصل موسو للبيت وبيكون شاكرة معاه وبيعرفه إن هو الحارس الشخصي بتاعه اللي راح له المطار عشان يستقبله وهو راجع من دبي. فبيقول له إن هو لا طلب حارس ولا أي حاجة، وبيبقى مش طايق نفسه. لكن لما ميرا بتسمع كلام أبوها بترفض كلامه وبتقول له إنهم محتاجين لحارس، بس موسو بيصر على رفضه وبيمشي. وميرا بتقول لشاكرة إنهم محتاجين الحارس الشخصي جدا وهي هتقنع باباها إنه يفضل موجود. وبيروح بومي بالليل يقابل ميرا وبيقول لها إن أخوها كارتي حب بنت في الكلية، وأبو البنت دي بيكون عاوز يخطف كارتي ويجوزه بنته بالعافية. لكن ميرا بتتفاجئ جدا وبتكون معجبة بومي، وبتروح لأخوها وبتقول له كل اللي قاله بومي، وبيتعصب جدا وبيطاردها وبيجري وراها في البيت وهي بتصرخ. وبومي بقى بيفتكره مجرم وبيروح وبينزل فيه ضرب، لكن ميرا بتقول له استخبى بسرعة ده كارتي. وبومي هنا بيفضل متنح، وبتتلم الناس ومامتها وبيفوقوه، وبيجي موسو وبيسأله مين اللي عمل فيك كده، فبيقول له إن في حد ضربني، وكلهم بيستغربوا. وبومي بقى بيعترف على نفسه وبيقول إن هو عمل كده لأنه كان فاكره مجرم. وموسو بيقول مين النكرة ده، وبيقولوا له إن ده الحارس الشخصي، وبيزعق لأنه هو سبق وقال مشوه، وبيمسكوا بقى وبيطردوا. لكن ميرا بتجيله وبتفكره إنه يبقى بومينيسان وإن هو اللي سماه زمان. وبيتفاجئ هنا موسو وبيطلب من ميرا إنها ترجعه يقعد في بيتهم. ولما بيقرأ الخطاب اللي بعته له وهو بيقول له إن حياته في خطر، كلهم بقى بيرقصوا وبتكون حفلة كبيرة. وبعدين بنشوف عربية موسو اللي بيكون محطوط فيها قنبلة عشان تخلص عليه، لكن بومي بقى بيقدر يبعد موسو بسرعة عن انه يركب العربية، والعربية بعد كده بتنفجر على طول. وبيظهر عدد كبير من العصابة بيهجموا عليهم لكن بيتصدوا ليهم، وبومي بقى بيظهر مهاراته في القتال وبيقدروا يخلصوا عليهم كلهم. وبومي بيروح يعرف موسو ان البنت اللي كارتي كان بيحبها انتحرت، وده سبب الخطر اللي موسو فيه، وانهم لازم يروحوا لابو البنت دي وياخدوا له معاهم هدية عشان خاطر الحرب اللي قايمة دي تهدى. وموسو بيقول له تمام، وفعلا بيروحوا على بيت البنت. وبيقول موسو لابوها ان ابنه ملوش ذنب في اي حاجة وانك فاهم الموضوع غلط، لكن ابوها بيكون متعصب جدا وبيهدد موسو انه هيقتل بنته زي ما بنته ماتت. وموسو بقى بيقول له خلاص براحتك، وبيمشي هو وبومي. وتاني يوم بنشوف موسو بيقول لبومي ان هو قدم له في الكلية عشان يكمل دراسته، وانه كمان هيبقى الحارس الشخصي لبنته عشان خاطر انه يضمن سلامتها. وبيبدأ بومي من تاني يوم شغله كحارس للبنات، وبيروح معاهم الجامعة وبيكون صارم جدا ومزعقهم في عيشتهم، وبيبقى لابس لبس غريب جدا ومنظره مضحك. وبيفضل الحال كما هو عليه لغاية لما في مرة بتهجم عصابة ديفراج على ميرا وبيحاولوا فعلا يأذوها، لكن بومي بيتدخل بسرعة وبيهجم عليهم وبيقدر فعلا يخلص عليهم كلهم. وتاني يوم بقى بتروح ميرا تحكي الكلام ده لأبوها، تفتخر جدا ببومي، وموسو بيشكره جدا على اللي هو عمله وبيقول له كمان ان هو هيكون المدرس الشخصي بتاعها من هنا ورايح. وبيسهر بومي مع ميرا ومادو يذاكر لهم ويديهم دروس وبيتعامل معاهم زي العسكري، وبرضه بيزهقوا منه. وبعد ما بيخلصوا بتقول ميرا لمادو ان هي عايزه تصارحه بحبها ومش عارفه تعمل ايه، وبيتفقوا على خطه انها تتصل بيه وما تقولش اي معلومات عنها، لكن تقول له انها معجبه بيه جدا. ولما بتنفذ ده هو بيتعصب وبيقول مين معايا، لكن هي مش بترد عليه. وبيجي بقى بومي يصحيهم الفجر تاني يوم وبيفضلوا يرنوا عليه عشان يقوم يمشي، وبيقدروا فعلا ينجحوا في تنفيذ خطتهم وبيطلع يرد على
التليفون، وبيبقى متعصب جدا وبيزعق في البنت وبتقول له ان هي بتحب زي العسكري اللي هو لابسه. وبنلاقيه تاني يوم لابس لبس عادي جدا وشغال يبص للبنات في الجامعة بعصبية على اساس يعني انهم هيموتوا من الوسامة بتاعته. وطبعا هو بيعمل كده عشان يعرف مين اللي بتتصل بيه، وبعدين مش بيعرف برضه وبتتصل بيه تاني وبتقول له هتعرفني لما تبعد عن ميرا شوية، وبترمي له كده هنت يعني، والحدق بقى اللي يفهم. وبيفضل يشكر في ميرا ويتعصب جدا لما بتقول كلام وحش عليها، وبعد كده بتعتذر له وبيقول لها ان هو فخور ان هو الحارس بتاعها. وميرا بقى بتعيط من الكلام اللي بيقولوا عليها. وتاني يوم بيروح الكلية وبياخد بافنتي واللي بيكون عامل عنده موسو عشان يصور اي بنت بتتكلم في الموبايل اثناء ما هي بتكلمه عشان خاطر يعرف هي مين. وبيبدأ بافنتي يعمل كده فعلا وبيصور البنات، لكن بيقدروا يقفشوه بيصورهم وبيمسكوه بيهروه ضرب وبيبهدلوه لدرجة ان هدومه بتتقطع. وهو بقى بيدعي على بومي وبيوصل موسو البيت وبيفضل يحكي مع بومي على انه ناوي يسفر ميرا لندن بعد ما تخلص كليتها لانه عايزها تستقر وتتجوز هناك. وميرا بقى بتتصدم لما بتسمع الكلام ده، وبالليل بتروح ميرا تقعد مع بومي وبتكون مقررة انها تعترف له بمشاعرها، وبتقول له بقى ان انا عايزه اقول لك حاجة مهمة. فبيقول لها قولي. وبتدخل مادو في اللحظة دي وبتقول لميرا ان باباها عاوز يتكلم معاها. ولما بتمشي ميرا بتكتشف ان مادو كانت بتكذب عليها ومش عايزاها تقعد معاه، وبتقول لها احسن بابا ممكن يشوفك وساعتها مش هيحصل كويس. وميرا بتقول لها انها بتحبه فعلا ولازم تقول له، وبتتصل بيه وبتقول له يقابلها بكره في الكليه الساعه 3. وتاني يوم بيلبس بومي الحته اللي على الحبل لكن تقريبا ما نشفتش، وبيجهز للميعاد بتاعه واول ميعاد تكون في حياته. وبتروح له ميرا الاوضه وبيقول لها انه مش هيخرج معاها لان عنده ميعاد مع بنت بتكلمه، بس هي بتقول له لازم تاخدني معاك اشوفها من بعيد وان انا مش هعمل لك اي مشاكل. لكن طبعا هو مش بيقدر يرفض لها طلب وبياخدها معاه. وبيقفوا هما الاتنين في جنينة الكلية وبيكون متوتر جدا وبيفضل يقول لميرا ان هو محرج لان هو اول مرة يعيش التجربة دي في حياته ويعترف لبنته بحبه. وبيسيب ميرا وبيمشي يدور على البنت اللي بتكلمه، وبتتصل بيه ساعتها وبتقول له انها شافته واقف مع ميرا وان هي اتضايقت جدا وانه ازاي بيحبها ومعاها في يوم زي ده. وبتفضل تعيط والميعاد بيتقلب بخناقة، وبتقول له ان انا مش هتصل بيك تاني وبتقفل في وشه. وبيرجع بومي على ميرا حزين وبيقول لها ان البنت قفلت في وشه لكن هو متأكد انها لو بتحبه هتتصل بيه تاني. وبيرجعوا على البيت وبومي بيرفض ان يرجع يذاكر زي الاول. فميرا بتلاحظ ده وبتحذره ان هو كده هيسقط في الكلية لو ما ذاكرش، وبيقول لها ان هو مش مهتم وان هو جاي هنا لانه حارس شخصي مش عشان يذاكر لنفسه او اي امر تاني. وبيسيبها بعد كده وبيمشي. وميرا بقى بتخاف جدا من فكرة ان هو يسقط وبتكون مضطرة تتصل بيه تاني وبتخترع له حيلة ذكية وبتقول له ان انت لو ذاكرت وخلصت هقابلك في مكان وهعرفك انا مين. وبومي هنا بقى بيكون طاير من الفرح وبيروح لميرا يقول لها البنت اتصلت تاني. وبيرجع بومي يذاكر تاني لانه اتاكد انها بتحبه فعلا. وبعد ما بتمر مده من المذاكره بيروح الامتحانات وبيقدر ينجح في الكليه. وميرا بتتصل بيه تاني وبيقول لها ان هو ذاكر وخلص زي ما هي عايزه، ودلوقتي بقى هو عايز يقابلها زي ما وعدته. لكن ميرا بتقول له ان ده صعب جدا لانه مستحيل، لان باباها شخص متعجرف وصعب جدا وممكن يقتلها لو عرف، ومفيش حل غير انك تاخدني معاك ونمشي خالص لمكان تاني. بيقول لها يا ستي نروح لاخر الدنيا ما عنديش مشكله بس اشوفك الاول وده المهم. فبتقول له خلاص خليك قد الكلام بتاعك ووعدني انك بتحبني مهما كان انا مين. وهو مش بيفهم قصدها وبيوعدها عادي. وفي اللحظه دي بعد ما بيقفل معاها بيروح على اوضتها وبيقول لها البنت اللي بتحبني كلمتني وقالت لي اروح اقابلها في محطه القطر بكره واخدها على مكان تاني عشان نتجوز عشان خاطر نقدر نستقر ونعيش سوا. ومادو بتكون قاعده في الاوضه وبتسمع الكلام وبتعيط. وبعد بقى ما بيمشي بومي مادو بتعيط وبتقوم تحضن ميرا وبتقول لها ان ده احسن قرار اخدته في حياتها وان هي فرحانه لها جدا لانها اخيرا هتتجوز اللي بتحبه وتعيش مع حياتها. وفي فجر اليوم اللي بعده بيجهز بومي نفسه وبيجهز شنطته وكل حاجه. وميرا بتتصل عليه قبل ما يخرج وبتساله انت مستعد تتجوزني ولا لا، وبيقول لها ان انا مستعد وكمان هروح احجز تذكرتين سفر ليا وليكي. وبتشوفهم واحده بقى من اللي شغالين مع موسو وهم بيتكلموا وبتروح توصل المعلومه لموسو واللي بيتاكد هنا من خيانه بومي. وبنشوف بومي في المحطة مستني ميرا لكن بيلاقي بافنتي في وشه وبيقول له ان في عصابة خطفت ميرا وبيديله رقم العربية اللي ركبوا فيها. وبومي بيجري بسرعة عشان ينقذ ميرا وبنعرف وقتها ان ابو ميرا هو اللي عامل كل ده
والعصابة دول رجالة موسو، وبومي بيمشي وراهم لغاية لما بياخدوه المكان مهجور، وبيدخل بومي المكان وبينزل ضرب فيهم لغاية لما بيقدر إنه يخلص عليهم واحد ورا التاني، وبيعرف كمان ياخد ميرا ويخرج، لكن بيتفاجئ بقى بموسو في وشه وبيمسكه وبيضربه. لكن بسرعة ميرا بتقوله إن في بنت تاني بتكلم بومي ومستنيها في المحطة وإن هو ملوش أي علاقة بيها، وساعتها موسو بيقول لبومي يروح المحطة بسرعة، وفعلا بومي بيروح، لكن بيقعد مستنيها ومش بيلاقي حد وبيفضل يعيط. وفجأة بقى بنشوف طفل كده شكله موظف شبه بومي وماسك كتاب وبيقرا، وبنلاقي بومي لبس نضارة وكبر، وبنعرف إن الطفل ده يبقى ابنه من مراته اللي ماتت، وإن بومي دلوقتي راجع على بلده اللي فيها موسو وبيعدي يطمن عليه. وبتيجي سيرة ميرا وبيسأل هي عاملة إيه في لندن، وبيتفاجئ بميرا داخلة عليه وبيعرف إن هي لا اتجوزت ولا سافرت، وبتطلب منه تشوف ابنه، وأول ما بيشوفها الولد بيتخض. وهنا بقى بنرجع فلاش باك وبنعرف إن موسو بيبعت رجالته ورا بومي على المحطة، وقال لهم إن لو ما جاتش بنت زي ما قال يبقى قتلوا بومي. فميرا بعتت صاحبتها ماضو عشان تعمل المشهد قدام رجالة موسو وتقول له إن ميرا هي اللي بتحبه، وبتروح ماضو وبتقول له إن هي البنت اللي بتكلمه وبتحضنه، وبيتجوزها فعلا وبيخلفوا الطفل. وبعد فترة بيجي لها مرض صعب وبتدون كل شيء في كتاب مذكراتها اللي كان بيقراه ابن بومي. وبنرجع للحاضر وبنشوف ابنها بيقرا كتاب المذكرات وبيعرف خيانتها لصاحبتها، والولد بيطلب من ميرا ان هي تكون امه وتتجوز ابوه، وكله بيستغرب من كلامه. وبومي بيعتذر، فموسو بيقول له ان هو موافق، وبيقول لميرا كمان تسافر معاه. وبنشوف ابنه بيرمي كتاب المذكرات وابوه بياخد باله وبيمسكه لاول مره وبيقرا اللي فيه، وبيتصدم وبيعرف ان حبيبته الحقيقيه هي ميرا. وبيركبوا القطر مع بعض كلهم وبيبص لها وهي كمان بتحط دماغها على كتفه. وبكده يكون خلص ملخص فيلمنا النهارده. وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناه لو انتوا جداد معانا.